عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمت عن لما تيجي تشتري أرض أو تشتري شقة أو عقار ومحل، بس قلت المحل هتكلم فيه لوحده بعد كده. وعايز أأمن الحاجة ديت في إجراءات لازم يقوم بيها صاحب الشأن اللي هيشتري لو مش فاهم أو عارف، ويا ريت يكون محامي متخصص هو يقوم لك بالكشف عن هذه ويأمن لك المبيع، عشان ما تدفعش فلوسك وتكتب عقد بيع ما تعرفش تعمل بيه حاجة بعد كده. اتكلمت وقلت المحل، عملية تأمين شراء محل مهمة جدا. إذا كان المحل جديد والله بكشف عليه برضو بالطريقة المعتادة، إن قلنا شهر عقاري وعملية تنظيم وأشوف الملكية وتسلسل الملكية، وهكتب عقدي مفيش حاجة عشان محل جديد والعقار جديد. طيب، جيت بقى المشكلة، أنا بشتري محل كان يدار للنشاط، أجزا خانة، مكتبة، بقالة، سوبر ماركت، أي حاجة، لحوم، اي حاجه، وصاحبه كان واخده تمليك وعايز يبيعه، ما يبيع عادي مفيش مشكله. بشوف سند الملكيه بتاعته، سند الملكيه بتاعته والله هو مشتري من واحد مسجل عامل صحه توقيع او كده، برضه ليه اجراءات تاني، بس انا بتكلم عن عقد هو سجل المحل ده باسمه. والله بيبقى فيها يعني شويه كده، هل هو واخده عن ابوه او ورثه او كده، هو بشوف وبشوف اللي بيبيع لي ده ايه، وباخد صورة بطاقته وباخد صورة المستند دوت، وببدأ انا كمحامي بتحرى عن، بشوف عقد التمليك دوت هل هو مثبت في الشهر العقاري او لا. بقدم على بنفس الرقم اللي هو مديني صورة منه، ومش هستعلم بقى، اخد الصورة الرسمية، ده بياخد 3 ايام يعني، مش حاجة. والله مش قادر اوصل وخايف من العقد، بعمل شهادة عقارية بتاخد 15 يوم 20 يوم، بس انا بأمن البيعة. بروح اشوف المحل اللي فيه العقار دوت، العقار اللي فيه المحل دوت طلع تنظيم هيتهد هيعمل، قلنا هنروح حاجه اسمها الرفع والميزانيه في المحافظه اللي تبعها العقار دوت او الحي، عايز اشوف عليه غرامات ولا حاجه. بروح برضو في الحفظ في كل حي اللي هو تبع المحل اللي هو تبع اداره المحل، اذا كان مركز او حي. في كل عقار ليه دوسيه، الدوسيه ده يحتوي على اذا كان في مخالفه او في غرامه او في ازاله او كل حاجه بتبقى موجوده. هدرس الدوسيه دوت من الحفظ بطريقتي بقى كمحامي. والله خدت بقى الراجل اللي جه معايا او ساعدني اللي هو الحاجه دي باسمه ماشي، كان في توكيل منه ماشي، مفيش توكيل المحامي بيتصرف وبيقدر يوصل للحاجات دي. طيب، باجي بعد كده بالنسبه للمحل، بشوف عليه ضرايب ولا معلوش ضرايب. اخد محل ب 500,000 جنيه وهو عليه مليون جنيه ضرايب، والراجل ما كانش بيدفع ضرايب. انا عايز اعرف، وسهل جدا ان انت بتروح يا جماعه بتوع بيساعدونا صراحه. طب يقول لك اسمه ايه الراجل دوت والعنوان ايه، وبيضرب على الكمبيوتر وبيطلع لك عليك فلوس ولا معهوش فلوس. انت كده امنت الايه. هروح الكهرباء لو في كهرباء، واشوف اخر وصل برقم اللوحه او برقم يديني وصل واروح اكشف عليه، اشوف الكهرباء قد ايه، عليه ميه نفس الطريقه، باخد وصل واروح اكشف في الميه. كده امنت. بس اهم حاجه عندي الضرايب، اشوف التامينات، ضرايب والتامينات، المحل ده عليه تامينات ده. الحاجات دي بيضمنها العين. يعني انت لو بحالك بحل حد، العين هي هيجي يحجزوا على ايه؟ على العين. حاجات مش شخصيه، دي فلوس حكومه، هتدفع. فعمليه تامين المحل موضوع خطير جدا، خاصه لما بيكون محل بيدير نشاط. امنت ولقيت مفيش اي مشكله، وجبت مصالحات وجبت مخلصات بالحاجات اللي هي موجوده دي، وعرفت ان معلوش حقوق، لو عليه فلوس رحنا دفعناها وجبنا وصل اخر وصل او كده هو. نبدا هنا نشوف هل هو ملك اصلي او مش ملك اصلي. اذا كان وريث بنشوف علامات الوراثه، وريث من يعني هو الرابع من الورثه، بنشوف هو انهي وريث فيهم، وهل اللي بيبيع كل الورثه، عشان ما ينفعش اشتري من بعض الورثه وبعض لا وادخل مشاكل. انا عايز كل الورثه كلهم يقعدوا قصادي وكل واحد يجيب بطاقته، واشوف اعلامات الورثه بتاعتهم، واخد صور منها او اخد الاصول منها، وكل واحد يمضي من الورثه، ما يكونش جزء عايز يبيعه جزء لا، وادخل نفسي في متاهات ومشاكل لا. لما يكون ورثه احسن حاجه ان كل الورثه
يمضوا على العقد، عشان مش عايز مشاكل بقى ويقول لك ده هم ليهم التلتين وهم ليهم الربع وهم ليهم، يتفقوا مع بعض. ما كانش كده انا انصحك ان انت ما تشتريش المحل دوت. مستني اي سؤال واستفسار بخصوص هذا التامين، مهم جدا 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 للمحلات اللي دايره نشاط، وتكون المحل ده مسجل، او حتى لو واخد صحه توقيع والبيت مسجل وانت واخد عليه صحه، اللي هو اشترى واخد صحه توقيع بس، بنقدر نكشف عليه وبنقدر نوصل للعقود المسجله وبنعرف الحقوق اللي عليه والالتزامات اللي عليه. وهنا بأمن لك المحل واقول لك اشتري وانت مطمن وما تخافش على فلوسك. شكرا.